2. تألق النجم المغربي سفيان رحيمي بهاتريك لفريق العين، بينما سجل سالم الدوسري من الهلال عددا مماثلا من الأهداف. شهد الشوط الأول سيطرة للهلال، حيث تقدم بنتيجة 3-1، لكن انتبهوا جيدا فقد كان الشوط الثاني قصة مختلفة تماما. عاد العين بقوة وسجل 3 أهداف متتالية ليقلب نتيجة المباراة رأسا على عقب. وفي الوقت الذي بدا فيه أن العين قد يحقق الفوز، ضرب الهلال مرتين في الدقائق الأخيرة ليحسم النتيجة لصالحه. هذا الفوز يطلق الهلال إلى صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط، تاركا العين عالقا بنقطة واحدة فقط. يا لها من مباراة! إذا فاتتك هذه المباراة فقد فاتك الكثير من الدراما الكروية الخالصة. بريك تايم. ترقبوا المزيد من التحديثات المثيرة من دوري أبطال